السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. المهم الفيديو اللي نازل دابا انا شفت الفيديو كامل وما عجبنيش بصراحة، الفيديو كله ما عجبنيش، لكن في كلمة قالها واحد من الصحفيين الجزائريين، قال لك ان كرواتيا عندها لاعب اسمه ماجير. اخويا ترى نسيتي واحد الحاجة مهمة، احنا ما عندناش ماجير وهاجير، احنا عندنا اول حاجه عندنا المدرب اسمه وليد الركراكي، وغنعطيوك عا واحد جوج ولا ثلاثه التسميات. عندنا حكيم زياش، عندنا نزيدك، عندنا اشرف حكيمي نزيدك، عندنا المرابط نزيدك، عندنا بوفال. وبركة عليك هكا المغاربه ملي كيحطوا راه حاجه في راسهم كيوصلوا ليها، لكن سبحان الله كنا غناخذوا الكاس، لكن دخلت السياسه في الموضوع. والمهم الصحراء مغربيه. من هو المنتخب العربي الذي تراه الاقرب للتاهل للدور الثاني؟ هل المنتخب السعودي؟ هل المنتخب القطري؟ هل المنتخب التونسي ام المنتخب المغربي؟ والله كمان لابد ان يعني نشوف يعني مجموعات المنتخبات العربيه. مثلا انا اتفائل خيرا للمنتخب القطري، عنده الاكوادور والسنغال وهولندا. لو يعرف كيف يتفاوض مع الاكوادور في المباراه الافتتاحيه ممكن يروح للدور الثاني، لان في المباراه الثانيه راح يواجه السنغال اليوم راهي بدون ساديو ماني، وبصراحه يعني انا شخصيا مستواها ما قنعنيش يعني في الاشهر والاسابيع الاخيره رغم تتويجهم بكاس افريقيا. بالنسبه للسعوديه راح يلعب في المجموعه الثالثه الى جانب الارجنتين والمكسيك، واعتقد بولونيا ان لم تخني الذاكره. اعتقد انها مجموعه صعبه بالنسبه للسعوديه. السعوديه اللي تاهلت للدور الثاني في دوره 1994 يعني في اول مشاركه لها. صحيح. المهمه ستكون صعبه للسعوديه. بالنسه لتونس عندها استراليا الدنمارك وفرنسا. تونس نعم. الامور ستكون صعبه على تونس وصعبه جدا، لان راح تواجه كرواتيا في المباراه الاولى، ثم لا كرواتيا مع المنتخب المغربي. كندا لا كرواتيا مع المنتخب المغربي. بارك الله فيك. تونس راح تلعب مع استراليا الدنمارك وفرنسا. في المجموعه الاولى راح تواجه الدنمارك في المباراه الاولى. صحيح. منتخب الدنمارك منتخب محترم جدا قوي، وعندهم الاستراليين في المباراه الثانيه، وفي المباراه الثالثه راح يواجهوا فرنسا. ديربي صغير. صحيح. يعني المهمه ستكون صعبه بالنسبه للمغرب، حتى ولو ان البعض يرشح للمغرب، ولكن المجموعه تاعو مجموعه ايضا هي مجموعه بلجيكا كندا كرواتيا. ربما المنتخب المغربي مفتاح الفوز، والمباراه الاولى ضد كرواتيا، وكرواتيا مرشح لها الى سبيل المنتخب القويه، ولكن يبقى منتخب محترم جدا عنده الخبره. صحيح. وعندهم لاعب اسمه ماجر بالمناسبه. كرواتيا هذه مليحه هذه. انا نظن المنتخبات العربيه المهمه تاعها راح تكون صعبه. محمد شايب بكل صراحه. لا شو الفريق الاقرب واللي عنده ان مونديال في بلد عربي. هل نشاهد لاول مره 4 منتخبات ستتاهل للدور الثاني؟ اللي عنده فريقه اللي عنده الاقرب واللي عنده مستوى واللي عنده ان بوتونسيال اللي يقدر هو طاح في مجموعه صعبه اللي هو المغرب. صحيح. كاين لا كرواسي، كاين لا بلجيك، وكاين كندا. دوك لا يقدر يصدر كيفاش ينيغوسي مع لا كرواسي ومع لا بلجيك. هنا ربما راح يجوز. في بلد عربي عندك دعم من الجمهور، ان شاء الله تكون ان شاء الله. انا اتمنى كل انا صراحه محمد دعم الاسبان وما دعنهمش هما.